حبايبي الغاليين وحشتوني جدا جدا. يلا بينا نجهز مع بعض مخلل البصل الحلو قوي ده في البيت بكل سهولة. حاجة كده تحفة. انا هنا معايا كمية من البصل، جبتها حجم متوسط، مش كبير قوي ومش صغير قوي، وجبت لكم شوية كده من صغيرة عشان تشوفوا شكلها. الصغيرة قوي دي بلاش منها، علشان لما تتقشر هتلاقي معظمها راح منك، فمش هيبقى فيها حاجة. يعني هذه الحجم الوسط ده عشان متقشر يبقى حجمها معقول. انا هنا غسلته وسبته تصفى علشان خاطر ابتدي شغل فيه. مهم قوي ان انتي تديله شطفة كده الاول علشان اي اتربة تنزل منه وما تدخلش معاكي. هنا معايا حلة كبيرة كده على النار، حاطة فيها مية. اول ما بتبتدي تغلي بنزل بحوالي معلقتين كده لتلاتة من الملح، وبرضو بحط شوية خل كده، حوالي ربع كوباية خل صغيرة. بقلبهم كل ده، هي معايا المية محطوطة على النار. انا بس لما قلبتها هدت من الغليان وهترجع تغلي معايا تاني. هجيب بقى كمية البصل كلها وهنزل بيها في المية. انا دلوقتي زي ما قلتلكوا سايبه النار شغاله. اول ما هنزل كل الكميه بتاعه البصل هسيبها دقيقه واحده بس، يا دوبك كده دقيقه، ما تطوليش عن دقيقه على النار، وبعد كده هطفي عليها النار. احنا مش عايزين نسلقه، احنا عايزين بس يدبل شويه. البصل الحلو ده هيخلص معاكي في حوالي 3 4 ايام، هتبتدي تاكلي منه. لكن لو انت عايزه تعمليه يقعد معاكي فتره اطول، يبقى تخلليه وتقشريه من غير ان انتي تعمليه في خطوة المية السخنة. لكن ده مخلي البصل سريع، 3 ايام او 4 ايام بالكتير هيكون معاكي تمام. اخدت الدقيقة معايا، قلبته كده تقليبة وطفيت عليه النار. هسيبه بقى لغاية لما يبرد خالص 3 4 ساعات كده في المية وارجع لكم تاني. هنا بصوا لونه بتاع نزلت في المية، اللون بتاعه والمية لونها اتغير. انا هنا سبته حوالي بتاع 5 ساعات كده. ورجعت له كانت المية بردت خالص، وصفتها دلوقتي وهبتدي ان انا اقشره. قشري كده بكل سهولة، بقطع كده الراس والجزء دوت اللي من تحت، وبجهز البصل. بصوا بقى الحجم ده حلو ان انتي لما بتيجي تشيلي فيه القش ممكن تطلع معاكي قطعة كده قشرة كبيرة شوية او قشرة رفيعة، فيبقى معايا حجم البصلاية كده حلو ومظبوط، ما تبقاش فاضية كده وصغيرة خالص. تمام. هجهزه كده كله، وزي ما قلتلك لو انت عايزة تعمليه يقعد فترة اطول ممكن ما تسلقهوش. هنا قشرته كله بقى معايا بالشكل الحلو ده كده جاهز ومظبوط كده. هبتدي بقى ان انا احضر الخلطة اللي انا هحطها عليه. هحتاج حبايتين من الجزر بحجم متوسط مبشورين، ومعايا حباية من الفلفل الاحمر الحلو برضو بشراها، ومعلقتين من الفلفل الحار او هريسة الشطة. تقدري تستخدمي اي حاجة احمر او اخضر. ولو ما عندكيش الفلفل الحار تقدري تحطي الفلفل الاحمر الحلو وتحطي بداله معاه معلقة كده من الشطة. هحطهم كده على بعض وهقلبهم كويس في البصل لغاية لما اتأكد كده ايه كله امتزج في بعض وكل البصل واخد من الخلطة الحلوة دي. حاجات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. هاجي بقى دلوقتي للبرطمان اللي انا هخلل فيه. يفضل طبعا ان انتي تعملي في برطمان ازاز. انا غسلته كويس وعقمته، مهم ان انتي تعقميه بمية سخنة علشان يحتفظ معاكي بالمخلل محصلهوش اي حاجة. دلوقتي بقى هحضر معاكم محلول التخليل. انا هستخدم مية مغلية عشان تبقى ايه كويسة كده معايا ومعقمة، وان هي تحتفظ بالمخلل فترة طويلة. فانا غليتها وهسيبها لما تبرد تماما. انا هحط بس عليها الملح وهجهزها، ولما تبرد تماما هبتدي ان انا احط فيها البصل. هنا حطيت معلقة من السكر، وكمان نص معلقة من البابريكا عشان تدينا لون حلو، ومعايا الملح حوالي 3 او 4 معالق برضو كبار. انت على حسب الكمية وحسب مقدار المية اللي انت هتحطي فيه هتزودي الملح. ولما تدوقي الملح في البصل بيكون ازيد شوية عن الطبيعي، يعني انت تضيفي مالح لا ملحيه شوية زيادة عشان لما يتحط فيه ياخد من طعم الملح ويبقى طعمه مظبوط. ما تقلقيش منه، هيبقى معاكي حلو. على حسب الكمية هتحطي سواء معلقتين 3 او 4 معالق من الملح زي ما تحبي كده، وتدوقي تلاقي مظبوط معاكي.
حطيت كل كمية البصل بعد ما المية بردت تماما، ما تحطيش في المية وهي مغلية. خلاص احنا عدينا مرحلة المية السخنة، ودلوقتي حطيته في المية وهي باردة خالص، وقفلت عليه بعد ما قلبته كويس. كده بقى معايا جاهز 3 ايام، واليوم الرابع ان شاء الله تفتحيه وتاكلي منه بألف هنا. حلو جدا وجميل. اتمنى اشوفكم دايما بخير.